يا طيب ضبط لي شو اسمه، ضبط لي الانترنت حتى ناخذ وننطي بالكلام. اعطيك دقيقتين تتكلم وبعدين انا اتكلم، تمام؟ انا ما اخوض معك ولا نتكلم معك. لماذا تتهم الشيخ عبد الله الجربوع بالاحداثيه؟ اعطيني ادله. شو يولي روح كثر نعناع وتعال يلا شي. موسى تفضل. ولا ما ادري هو صاعد يقول بعدين شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حسبت رجال يعني مسالم يتكلم تقعد وياه تسولف معاه، رجال تاخذ تنطي وياه. انا ما اتكلم عنده جربوع حدادي وعبد العزيز الراجحي حدادي طيب وبعدين ايش نسوي يعني؟ هذا كلام طالب علم يفهم صدق. النعناع حط وياه شو اسمه ولا خلاص ما اريد انزل المستوى. الشيخ ياسر خذ هذول الشباب اللي قدامي. صدق انا كنت حاضرك هسه راح احضرك انا. شو روح والله كنت حاضره والله. سبحان الله الشباب قالوا ممكن تكلمه والله ما عفى الله عنكم. موسى تفضل حبيبي. شيخ ياسر دقيقتين اخذ اللي قدامي الوراي انا اتكلم بعد شوي بس دقيقتين. الله يبارك فيك. اسلام تفضل. اسلام. هلا الشيخ الألباني الله يرحمه برحمته بالله عليك، الإنسان مجرد العلماء يقولون مجرد أن يقع رجل بالشيخ الألباني فاعلم أنه صاحب بدعة. الشيخ الألباني الله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعضهم يتخفى وراء كلام أهل العلم بالكلام العام ثم يسقطون الكلام العام على الشيخ الألباني رحمه الله ويتكلم لي مثلا الجربوع إن تكلم بالشيخ الألباني يضر نفسه. الجربوع يضر نفسه، فقد شهد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى العدو قبل الصديق، وتجي يقول أيوة الألباني كذا وكذا، تمام؟ أيوة وأنت راقي أنت مراقي. الشيخ صالح الفوزان يقول هؤلاء الرقاة كذا وكذا، ما راح تأخذ بكلامه. والشيخ صالح تكلم رحمه الله تعالى حول هذا الأمر. فأنتم ما تلصقون يعني هذا الأمر بالشيخ صالح الفوزان الله يحفظه ويرعاه ويمتع به. نعم الشيخ له شو اسمه مقطع آخر يقول الشيخ الألباني عقيدته سليمة. نعم. طيب موسى تفضل. يا اخوان شوف في شيء معين هذه الامور انا ما احبها. لماذا؟ لان تشغلني عن فائده الناس. يعني كان هسه اخذنا 3-4 اجبناهم واستفادينا. طيب